فين الحكمة لما ربك سبحانه وتعالى يضيق عليك في الرزق؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده؟ كعادتي لما اجي ابدأ فيديو زي كده بحتاج اقدم ببعض المقدمات. فهقدم بثلاث مقدمات ان شاء الله، وبعدين هنذكر ان شاء الله آه، خمسة من الحكم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، المقدمة الأولى لازم تعرف إن الله سبحانه وتعالى اختص باب الرزق به جل وعلا. يعني إيه الله سبحانه وتعالى اختص باب الرزق به؟ يعني دلوقتي الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وخلق أسبابها ونتائجها، فممكن يكون السبب ظاهرا في القوة وممكن يكون مش كده. زي إيه؟ لو مثلا أخذنا مثال، مثلا إنجاب الأولاد. يعني أنت دلوقتي لازم تتزوج عشان تنجب أولادا. هل يمكن تقول إنك ممكن تجد أولادا من غير ما تتزوج؟ مش ممكن. فهنا السبب ظاهر قوي النفاذ، لابد من الزواج. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخلف ده مرة وخلق عيسى ابن مريم عليه السلام من غير الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى هو خلق الأشياء وخلق أسبابها ونتائجها. ولكن بعض الأشياء بتكون الأسباب مؤثرة جدا في النتائج، وبعضها ما بيكونش مؤثر جدا في النتائج. طيب، والحمد لله الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل له نظاما دقيقا، بس مهمتنا احنا التأمل. طيب، ده مثال تاني مثلا على الأدوية والعلاج. الله سبحانه وتعالى خلق الأمراض وجعل للأمراض أدوية وعلاجات، ثم جعل نتائج هل تشفى أو لا تشفى. غالبا في أكثر الأمراض اللي احنا اكتشفنا علاجها الأدوية بتنفذ والشخص بيخف، صح؟ بس هنا برضو الأسباب ظاهرة في القوة، ولكن أحيانا قد تخلف. تدي الدواء للمريض ولا يشفى، لأن في الآخر الأمر بيد الله. نفاذ الأسباب وحصول النتائج بيد الله. تعالى هنا في باب الرزق، الله سبحانه وتعالى طلب منك السعي، وثم السعي ده هو هيرتب عليه نتائج. طيب، هنا هل الأسباب تؤثر في النتائج تأثيرا قويا؟ هنا السبب لازم تعمله، ولكن قدر النتيجة مش بتاعك. الله اختص قدر النتائج به سبحانه وتعالى. يعني لازم تسعى، ولكن النتيجة مش بيدك. ولذلك ممكن تلاقي شخصين فيهم نفس المعايير بالضبط، ولكن في النهاية ده غني ده فقير. ممكن تجد شخصين بيشتغلوا 14 ساعة 16 ساعة بنفس القوة بنفس الجهد بنفس الذكاء، ولكن ده ليه رزق وده ليه رزق آخر تماما. يبقى المسألة مش واحدة. منين نعرف التفاصيل دي؟ من التأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإن شاء الله أنا ممكن يعني في فيديو مستقل أتكلم عن المسألة دي، خصوصا مسألة اختصاص الرزق به سبحانه وتعالى، أدلة أن الله سبحانه وتعالى اختص الرزق به. ولكن في الفيديو الحالي بتكلم على الحكمة من تضييق الرب سبحانه وتعالى رزقه على من شاء من عباده. المقدمة الثانية إن شاء الله الخمس حكم اللي أنا هذكرهم، أو الخمس نقط اللي أنا هذكرهم، أنا قلتهم قبل كده في شورتس متفرقة في القناة، وتجميعهم هنا من باب التنويع ومن باب التأكيد ومن باب البسط. المقدمة الثالثة، لو تأملت في الحكم اللي أنا هذكرها والآيات اللي أنا هذكرها هتلاقي شيء عجيب جدا. الله سبحانه وتعالى لم يذكر قط فيما أعلم حسب علمي مسألة الرزق واختصاص الرزق به سبحانه وتعالى، أو الحكمة من تضييق الرزق أو من بسط الرزق، إلا ويقرن ده قبله أو بعده بذكر خلق أكبر، خلق السماوات والأرض، إرسال الرياح، إنزال المطر، وذكر البعث أو التنويه على ذكر البعث وذكر القيامة وذكر اليوم الآخر. وطبعا واضح جدا الربط اللي الله سبحانه وتعالى بيربط بين ده وبين ده. ممكن هنا أذكر بعض النقاط. أولا، عشان ينبهك إنك ضعيف،
ما تعاندش، ما تقولش لا انا هذاكر، انا هشتغل، انا هبذل وهلاقي اللي انا عاوزه. لا، هتلاقي اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه ليك. فواحد تاني يقول طب خلاص ما اشتغلش. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وباب القدر يعني والحكمة من القدر وإخفاء القدر وسر القدر ده باب تاني ممكن نبقى نتكلم فيه إن شاء الله مرة تانية. نقطة تانية عشان يقولك ما تبقاش ساذج وغبي بتفكر بس إنك عايز تشرب وتاكل كل يوم، بتفكر بس إنك عاوز $100 في الشهر، $200 في الشهر، أو أيا كان المبلغ اللي أنت عاوزه. عاوز يقولك إن في مسائل أكبر من كده، في خلق السماوات والأرض، في إرسال الرياح، في إنزال المطر، في يوم الآخر، في بعث، في حساب، في جنة، في نار. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى في كثير من المسائل يعرض بذكر خلق السماوات والأرض وحجم ده وعظم ده. النقطة الثالثة عشان يرشدك اللي فيه صلاح، انت دلوقتي ما عاندتش وعرفت قدرك ان في مسائل اكبر من كده فوت تستعد لها، في يوم اخر، في يوم البعث، في جنة، في نار. فاستعد بالعمل الصالح، ما تظلمش في الباب ده ولا في غيره، يعني ما تظلمش في باب الرزق ولا في غيره. ندخل في موضوعنا بقى. النقطة الأولى قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل الناس ويعلم كيف خلقهم وكيف بدأ خلقهم ويعلم نهايتهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، بدايتها ونهايتها وما كتب لها من الرزق، كل في كتاب مبين. والله سبحانه وتعالى بينبهك ان رزقك محفوظ ومكتوب، وقبلها ذكر علمه بكل شيء وبعدها ذكر خلق السماوات والأرض. النقطة الثانية قوله سبحانه وتعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يعني الله سبحانه وتعالى أنبت في الأرض من كل شيء بالوزن والعدل اللي أراده سبحانه وتعالى، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يعني اللي انتم مش هترزقوه الله سبحانه وتعالى جعل له الرزق والحياة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء خزائنه عند ربك ولا ينزله إلا بقدر معلوم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار. في تنويه على انكم هتظلموا وفي ناس هتتعدوا عليهم في باب الرزق، بس انا هرزقهم ومن لستم له برازقين. النقطة الثالثة قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يعني لو أنا اديتكم خزائن الرزق هتعملوا إيه؟ لأمسكتم خشية الإنفاق، مش هتنفقوا. وكان الإنسان قتورا، بخيلة. فمش هديلك الباب ده، الباب ده مش بتاعك، انت هتظلم، انت هتتعدى، انت هتبخل، فمش بتاعك. إذا كان الله سبحانه وتعالى ما اداناش الباب ده وواضح فيه اختصاصه به سبحانه وتعالى، ورغم كده شوف بنعمل ايه في بعض. النقطة الرابعة قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يعني الله سبحانه وتعالى لو بسط الرزق لينا هنبغي في الأرض وهنفسد، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ونفس الأمر ده احنا الله لم يعطينا الباب ده، وكيف نفسد في الأرض وكيف نبغي، فكيف لو أعطانا. النقطة الأخيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. يعني مين اللي يرزقك ويعطيك من غير ما يمن عليك أو يخاف إن اللي عنده يخلص إلا هو سبحانه وتعالى.
فممكن يكون من الحكمة ان ربك يضيق عليك في الرزق عشان تقوم في ثلث الليل الآخر وتدعوه وتقول يا من تبسط يديك وتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وتقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، أنا أسألك أن ترزقني يا من تقرض غير عدوم ولا ظلوم، يا من خلقك يقرضون وهم ظلمة ومن عدم، وأنت ترزق من غير ظلم ولا من ولا عدم، فارزقني.